ايه رأيك نبدأ بحاجة مختلفة النهاردة؟ يعني جرب تتخيل انك داخل أوضة كده فيها مراية كبيرة، وقفت انت قدامها وبصيت لنفسك. ايه أول حاجة بقى بتيجي على بالك لما تبص في المراية؟ هل بتبتسم ولا بتلاقي نفسك مركز في العيوب بتاعتك قوي؟ الغريب انك لو سألت حد عن أعز صديق ليه هيقولك كلام زي الفل عنه، هيقولك كلام حلو قوي. لكن لو طلبت منه يوصف نفسه هو غالبا مش هيكون بنفس اللطف اللي هو بيتكلم عنه عن صاحبه ده. ليه بننسى اننا اول ناس محتاجين حبنا واهتمامنا؟ تخيل واحد صاحبه كل يوم بيقعد يزعق فيه، يقول له انت فاشل، انت مش هتوصل لحاجة، انت غلطان على طول. طبيعي انه هيبعد عنه، صح؟ بس الغريب ان ناس كتير بتقول الكلام ده لنفسها طول الوقت، وبتلوم الظروف وهي اصلا مش بتعامل نفسها كويس. طيب لو حبينا نحطها ببساطة، حب النفس مش رفاهية ولا كماليات، حب النفس هو اساس كل حاجة في حياتك. طيب تحب نفسك ازاي؟ اقولك ابدأ الاول بالاعتراف بيك. اعترف بنفسك، انا موجود. مش لازم تبقى مثالي علشان تستحق الحب. انت بني آدم طبيعي، عندك حاجات حلوة وحاجات لسه بتشتغل عليها. عايزك تعامل نفسك زي ما بتعامل اي حد انت بتحبه. فكر كده، اي حد انت بتحبه بتعمل ايه معاه؟ هل لو صاحبك اللي انت بتحبه ده غلط هتفضل تهينه، ولا هتقول له عادي بنتعلم؟ طيب ليه مع نفسك مش بتعمل كده يا معلم؟ عايزك تعرف حدودك، الحدود بتاعتك. مش كل طلب يتقالك لازم تقول حاضر، مش كل حاجة لازم تتحملها علشان الناس ترضى. حب النفس يعني انك مش بتستهلك طاقتك لدرجة ان انت تكون منهك. اسمع صوتك الداخلي لما تحس انك مضغوط او مش مرتاح. خد خطوة لورا وراجع نفسك وخد نفس عميق. ما تسيبش الايام تاخدك من غير ما تدي لنفسك مساحة ان انت تتنفس. وسؤالي ليك اللي هو هيكون عملي النهاردة، ايه الحاجة اللي لو عملتها بجد النهاردة تحس انك بدأت تحب نفسك اكتر؟ ممكن تبقى حاجة بسيطة زي ساعة راحة مثلا، او ان انت تقف قدام المراية تقول لنفسك انا فخور بيك يا معلم، انت زي الفل. حب نفسك الاول، مش لانك احسن من حد ولا لانك لازم تبقى كامل، لكن لانك ببساطة انت تستحق ده. وبس كده، سلام.